مساء الخيرات. يومكم جميل. اللي قدامكم دي شتلة نعناع، مش مجرد شتلة نعناع، دي جبر خاطر، هدية لطيفة من شخص. كل ما بفتكرها وبفتكر الموقف اللي أهداني فيه شتلة النعناع دي بدعي له وبحس بقدر كبير من السعادة وجبر الخاطر. من كام شهر دخلت حديقة المدرسة ولقيت فيها نعناع جميل. عجبني قوي شكل النعناع وكان يعني نضر كده وجميل. فبقول للأستاذ حربي مدرس الزراعة في المدرسة، بعبر له عن محبتي للنعناع وعن سعادتي بالزرعة اللي موجودة في المدرسة بالشكل الجميل ده. رحت تاني يوم لقيته مجهز لي شتلة صغيرة. صوت العربية بس في الشارع. رحت تاني يوم لقيته مجهز لي شتلة صغيرة جميلة، وبيقول لي اتفضلي دي علشانك. أنا حسيت بقدر من السعادة لا تتخيلوه يا جماعة. وجبت شتلة النعناع ولقيت قصيص عندي في البيت قديم فزرعت فيه شتلة النعناع دي. هي كانت صغيرة لكن بصوا شوفوا حجمها بقى ازاي. يعني بحس ان هي علشان كانت هدية من قلب طيب يعني ما كانش منها وراها أي غرض غير إدخال السعادة عليّا. ف ف ف فكبرت وبقت نضرة وجميلة وعايشة معايا لحد دلوقتي. ويمكن دي يعني أكتر زرعة تقعد معايا الفترة دي كلها من غير ما تموت. ف فأنا حبيت أقول لكم إن قد إيه الهدايا البسيطة بتفرق في حياة الناس، وقد إيه ممكن الهدية البسيطة دي تبقى كلمة طيبة أو هدية صغيرة زي دي مثلًا، أو جبر خاطر بدعوة حتى. ف فقد إيه بتفرق معانا وقد إيه بتحسسنا إن إحنا مهمين في حياة الآخرين، و والآخرين نفسهم بيحسوا إن هم مهمين في حياتنا بالحاجات البسيطة اللي بنقدمها وبنعملها دي. أتمنى إن إحنا ما نبخلش على الناس بكلمة طيبة، بهدية حلوة بسيطة، نعبّر لهم دايمًا عن امتناننا وعن محبتنا ليهم وعن وجودهم في حياتنا. وباتمنى لكم دايمًا حياة طيبة مليئة بالسلام والسعادة، وربنا يكبر بخاطركم بناس يعني يبقوا كده مصدر سعادة في حياتكم، ويخلّيكم دايمًا حاسين بالحاجات النِّعَم اللي موجودة حواليكم، ودايمًا تقدّموا للآخرين أبسط حاجة، يعني أكتر حاجة أو أقل حاجة تقدروا تقدّموها علشان تجبروا خاطرهم وتحسّسوهم بقيمتهم عندكم وبسعادتكم بوجودهم في حياتكم، وقد إيه هم فارقين. إحنا كده بنهوّن على بعض كتير من صعوبات الحياة. دمتم بخير وسعادة ودمتم جابرين للخاطر.